بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. أيها الشعب العراقي العظيم، لقد ضحيتم وقدمتم الآلاف من الشهداء ثمنا لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ولا زالت قواتنا البطلة تواجه عدوها داعش على جبهات القتال وتحقق انتصارات نوعية عظيمة، إضافة إلى مواجهتنا العصيبة للظروف الاقتصادية الصعبة والتي تحتاج إلى تضامن وتكاتف. وكنا ولا زلنا نؤمن أن العراق أثمن من كل التفاصيل الشخصية والحزبية والطائفية والقومية، فهو الخيمة التي تجمعنا وتوحدنا. أيها المعتصمون والمتظاهرون من أبناء الشعب العراقي العظيم، لقد مضينا معا لتحقيق الإصلاح الذي اتفقنا عليه وتعاهدنا على إنجازه، ولن نسمح لأعداء العراق باختطاف هذا الإجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية، ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر بالعراق ومستقبله. كما أؤكد على احترامي الكبير لآراء إخواني في مجلس النواب الذين لهم رأي محل احترام وتقدير. وبناء على هذه القيمة العظيمة، فقد رأيت أن أؤجل جلسات المجلس بشكل رسمي، وأدعو كافة الكتل السياسية والحكماء الحريصين على مستقبل العملية السياسية الذي هو مستقبل العراق إلى إدامة الحوار خلال هذه الأيام القادمة، والتوصل إلى حلول تخرج البلاد من هذا الاختناق، وحينها سوف لن يكون هناك منهج نشاز يتحدث عن برلمانين أو جهتين أو خندقين، بل هو البرلمان العراقي الأوحد الذي يمثل السلطة التشريعية والدستورية في البلاد، والذي لا نرغب بانعقاده إلا إذا كنا معا على كلمة سواء، والذي ينتظر منه الشعب العراقي أن يقدم الحلول للمشاكل ليعود هذا المجلس فاعلا كما كان في السنتين الماضيتين من عمر هذه الدورة، متمنيا على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية. حفظ الله العراق، حفظ الله العراقيين، والعز والمجد للعراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.